بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجلاش بالكريمة. النهاردة ان شاء الله هنعمل جلاش بالكريمة. هيبقى جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين، مورق وذهبي ومقرمش، لآخر قطعة فيه كان مقرمش، والكريمة بتاعته تحفة، دسمة وناعمة، وجميلة جدا. وحتى لما بات الكريمة فضلت برضه محتفظة بجمالها، ما تجمدتش كده ولا تمسكت ولا حاجة، كانت ناعمة وجميلة جدا، ومستوي من فوق ومن تحت، وجميل قوي. وطبعا والشربات بتاعه مظبوط والسمنة مظبوطة. هنقول كل حاجة بالظبط في طريقة عمايله بإذن الله. هتشوفوا كل حاجة على أصولها. شوفوا هو مستوي من تحت ازاي، واللون ذهبي وجميل، ومن فوق كذلك يعني ومقرمش وجميل جدا، والكريمة جميلة جدا جدا جدا. بإذن الله تجربوه على الطريقة بتاعتي، هيعجبكم قوي قوي قوي. وزي ما انتم شايفين الصينية جميلة قوي، وعاملينه في فرن البوتاجاز. تعالوا نشوف إن شاء الله هنعمله ازاي. احنا الأول هنجيب لفة جلاش، وبعدين هنفردها ونبدأ نظبطها كده، ونجيب الصينية ونقيسها على أساس إن إحنا إيه، يعني نقطعها على قد الصينية، على أساس تبقى على قد الصينية بالظبط، تبقى إيه شكلها يعني جميل كده ومظبوطة يعني، يبقى كمنظر بس كشكل يعني. أما هي مش هتفرق في حاجة تانية يعني. هنقوم جايبين الصينية أهي ونحطها، ونجيب بقى يعني سكينة تكون حامية، ونقطع حوالين الصينية على أساس إن إحنا يعني الزوايد دي مش هتترمى، هي هتتحط في النص بس، يبقى الصينية شكلها جميل، وتبقى كده ايه يعني شكلها مزخرف كده وحلو، ما تبقاش يعني يعني مكرمشة كده او شكلها مش ظريف. لا، احنا عايزينها تكون شكلها كده جميل. فهنقطعها زي ما احنا مقطعينها دلوقتي، قطعناها كده على قد الصينية. الزوايد دي هنركنها بقى على جنب، وهنشوف دلوقتي هنستغلها ازاي. مفيش حاجة هتترمى، احنا هنحطه كله بإذن الله يعني. بس ايه الأول هنظبط الطروف اللي هي اللي ملهاش لازمة دي هنحشها، وبعدين هنبدأ نشوف إن شاء الله نعملها ازاي. يبقى احنا كده سوينا ديت على قد الصينية، على أساس إن احنا لما نحطها في الصينية ما تبقاش يعني حتة طالعة وحتة نازلة، لا تبقى متساوية، على أساس يبقى شكلها جميل زي ما انتوا شايفينها في الأول كده في أول الفيديو. دلوقتي بقى احنا هنجيب بقى فوطة ونغطيه على أساس إن هو يفضل طري ما ينشفش عما نبدأ نشتغل. يبقى احنا دلوقتي بقى هنجيب فوطة هنغطيه على أساس يبقى طري. هو عامة مش هيلحق ينشف يعني، لأن احنا هنشتغل فيه على طول بإذن الله، بس الأفضل. ودي كوباية سمنة على زبدة. حطيت كوباية سمنة على زبدة، وممكن تحطي سمنة على زيت، بس أنا حطيت سمنة على زبدة على أساس إن هي تدي لها يعني تبقى زي السمنة البلدي كده، تبقى ريحتها جميلة يعني. فحطيت سمنة على زبدة. دلوقتي بقى بندهن الصينية كويس، وبنجيب أول ورقة من الجلاش. طبعا في يعني أول ورقة نحطها لازم تكون ورقة متماسكة، وفي الآخر برضو آخر ورقة نحطها برضو لازم تكون متماسكة، على أساس إن هما دول اللي إيه اللي هيمسكوا الجلاش. بعد كده في النص بقى ممكن تحطي ورقة مقطوعة مكسرة، دي مفيش فيها مشكلة، كله هيتظبط معاها بقى. ونبدأ بقى ندهن ورقة ورقة. الخليط ده اللي هو كوباية السمنة على الزبدة كانت يا دوبك مظبوطة بالظبط على قد ورقة الجلاش، لا هي كتيرة ولا هي قليلة يعني، ما كانش دسم قوي وما كانتش قليلة يعني، هي مظبوطة، هي كوباية سمنة على زبدة أو كوباية سمنة على زيت للفة الجلاش. للفة الجلاش اللي هي 500 جرام لنص كيلو يعني، لفة الجلاش نص كيلو. ونبدأ نرص بقى كل ورقة ونظبطها وندهنها بالسمنة، كل ورقة ونظبطها وندهنها بالسمنة. وبعدين لما نوصل لنص ورقة الجلاش بنبدأ نعمل الكريمة، على أساس إن الكريمة ما تبقاش نعملها ونسيبها جنبنا تبرد بتقوم تمسك في بعضها، لا احنا عايزين تبقى ايه سهلة كده، ونحطها بتقوم نازلة على طول وبتبقى متساوية وجميلة. يبقى دلوقتي هندهن ورقة ورقة، وبعدين بعد ما ندهن نبدأ نحط الايه المتكسر او اللي احنا حشناه، نبدأ برضو نظبطه في النص كده،
ونحط عليه كمان ورقة ونبدأ نحط الكريمة ونبدأ نظبط برضو الباقي النص التاني. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين احنا بنعملها اهو، بنرصه ورقة ورقة. ولما نخلص نروح نعمل بقى الكريمة إن شاء الله لما نخلص نص ورقة الجلاش ونسيب النص للمرة التانية، بعد ما نجيب الكريمة يعني. دلوقتي احنا كده بقى ايه، بنبدأ نظبط بقى. هنحط اللي هو المتكسر اللي احنا قطعناه في الأول، هنبدأ بقى نرصه واحدة واحدة، طبعا مش هنرمي حاجة خالص، ونبدأ بقى نرصه ونظبطه، وبعدين نحط كمان فوق ورقة بقى سليمة، ونبدأ نحط ايه الكريمة. يعني زي ما انتم شايفين كده. الصينية طبعا عشان احنا قطعنا الورق على مقاس الصينية، تحسي بقى ان هو مظبوط وجميل يعني، ومفيش بقى لا حتة طالعة ولا نازلة ولا حاجة، يعني مظبوطة مية مية ان شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله. الوقت اللي احنا عملناه فيه ده في حدود نص ساعة، وفي السوى خدت لها في حدود نص ساعة في الفرن برضو. طبعا لما بتيجي تسويها بتكون انتي مولعة الفرن قبلها في حدود 10 دقايق، وبتهدي النار، ما بتخليهاش على أعلى حاجة. أنا عاملاها في فرن البوتاجاز، يعني النار عندي من تحت بس، وبسيبها إن هي لما تتحمر من تحت. طبعا هي لما بتتحمر بتبدأ تفصل من بين الجوانب، فبتجيبي بقى كده يعني سكينة أو حاجة وتشوفي بتلاقيها بقى الذهبي، بتقوم طافية ومولعة الشواية. الموضوع ده كله ما بياخدش نص ساعة بس على نار هادية. ليه؟ عشان يفضل مقرمش. أما لو النار عالية بيحمر بسرعة وبيبقى طري، بيبقى طري بقى من جوه، بيبقى من جوه لسه طري. اما بقى ما بتكون النار هاديه بيبدا بقى يحمر من بره ومن جوه، تلاقيه بقى ايه مقرمش. بجد والله انا لما عملته اتبهروا بيه، قالوا لي جميل جدا جدا جدا. وناس كتير دقوا منه قالوا لي ان هو حلو قوي. فباذن الله جربوه بالطريقه دي، هيعجبكم قوي وهينجح معاكم ان شاء الله من اول مره باذن الله. دي بقى بعد ما رصينا الورق المتقطع، هنبدأ نحط بقى ورقة سليمة ونظبطها كده عليه وندهنها بالسمنة، ونبدأ نروح نعمل ايه الكريمة اللي احنا هنعملها دي كريمة يعني جميلة جدا، مظبوطة ودسمة. وهي طبعا لا كتيرة عليه ولا يعني مظبوطة قوي. تعالوا ان شاء الله نشوف هنعملها ازاي. الاول هنجيب ايه كوباية لبن، وبعدين دي كمان تاني كوباية، ودي النص. يبقى احنا حطينا كوبايتين ونص لبن، عملنا كوبايتين ونص لبن، كوبايتين ونص. وبعدين هننزل بمعلقتين، ودي معلقتين نشا، وهننزل كمان بمعلقة نشا. يبقى احنا كده حطينا كوبايتين ونص لبن عليهم 3 معالق نشا. وطبعا لسه ما ولعناش النار على دي، كله هنقلبه قبل ما نولع النار. وبعدين دول كمان معلقتين كريم شانتيه، دي معلقتين كريم شانتيه. يبقى احنا حطينا كوبايتين ونص لبن عليهم 3 معالق نشا ومعلقتين كريم شانتيه، لسه كمان معلقتين سكر، وهننزل كمان بمعلقتين سكر. طبعا السكر مش شرط انك تحطيه، لان احنا كده كده عندنا شربات، بس انا بفضل برضو ان الكريمه يعني ايه ما تبقى نحط فيها معلقتين سكر، مش هيجرى حاجه يعني. يبقى احنا حطينا كوبايتين ونص لبن، عشان دي اللي لفه الجلاش ال 500 جرام الكريمه بتاعتها. كوبايتين ونص لبن من المج العادي اللي احنا بنشرب فيه اللي هو العادي، كوبايتين ونص لبن عليهم 3 معالق نشا ومعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين سكر. وكده الكريمه خلصت. زي ما انتم شايفين ناعمه وجميله، القوام بتاعها ممتاز جدا ومظبوط جدا، ومفيش فيها اي تكتلات. وطبعا وما هياش يعني طريه قوي، وما هياش متماسكه قوي، يعني هي مظبوطه مية مية. ودي اجمل كريمه، على اساس ان انت برضو ما تعمليش كريمه كتير قوي يعني تزهق يعني، برضو تبقى حاجه معقوله يعني، مش تبقى كلها كريمه يعني. ودلوقتي بقى هننزل بالكريمه زي ما انتم شايفين كده، جبناها من على النار، نزلنا بيها على الجلاش على اساس تتساوى. وبعدين تسيبيها بقى في حدود ايه 10 دقايق لما تبرد، وتحسي وانها بقت متماسكه، تبداي بقى ترصي نص لفه الجلاش التانية. وطبعا الشربات انا عاملاها قبل كده على اساس بقى الفيديو ما يبقاش طويل. والشربات ده احنا عملناه كتير في الجلاش اللي قبل كده وفي الكنافه. بس هو الشربات اللي لفه الجلاش بيكون عباره عن كوبايه ونص سكر عليها كوبايه ميه، كوبايه ونص سكر عليها كوبايه ميه للفه الجلاش. والنص كيلو الكنافه، والنص كيلو الكنافه ولفه الجلاش كوبايه ونص سكر عليها كوبايه ميه، عليها عصير نص ليمونه، وعليها ايه ربع المعلقه فانيليا.
بس هو ده الشربات، ده لنص كيلو كنافة وده لنص كيلو الجلاش أو للفة الجلاش. هو ده الشربات بتاعي اللي بعمله على طول، بيبقى مظبوط جدا، لا هو مسكر قوي ولا هو قليل، يعني بيبقى مظبوط جدا. جربوه وبإذن الله هتلاقوه مظبوط قوي قوي. هنبدأ بقى طبعا بعد ما الكريمة هدت وتماسكت بنبدأ نحط الطبقة التانية من الجلاش. دلوقتي حطينا اهو الطبقة أول ورقة فوق الكريمة، ونبدأ طبعا زي ما احنا متعودين بندهن طبقة طبقة، يعني ورقة ورقة بنبدأ ندهنها ورقة ورقة. ونبدأ دلوقتي طبعا ننزل ايه باللي هو المتقطع ده، يعني نحاول ان احنا ننزل بيه على اساس يعني ايه نتخلص منه عشان نبدأ بقى نرص اللي هو الورق المتماسك. هي يعني اللفة يعني كان فيها ورق كتير متقطع، بس ما بيجراش حاجة، بتقدري ان انت تظبطيه يعني. بس يعني في بيبقى ساعات لفات جلاش بتبقى طرية قوي ومبقاش فيها متقطع كتير، اما اللفة دي كان فيها ورق كتير متقطع. بس الحمد لله قدرنا برضو ان احنا نظبطه وما بانش خالص. لما جيت اعملها ودخلتها الفرن طلع ان هو مظبوط خالص، ولا بيبان في اي حاجه خالص، ولا بيفرق معاكي في اي حاجه يعني. وبيفرق معاكي بس ان انت ايه، ممكن بتعبك وانت بتبداي تظبطيه، بتعبك شويه، اما ما بيفرقش في اي حاجه خالص. دلوقتي بقى حطيت عليه كمان سمنه، بس يعني على اساس ان هو ما يطلعش معايا، فظبطت ونزلت عليه بالسمنه. ونبدا بقى نحط الورق اللي هو ايه السليم، ونظبطه برضه ورقه ورقه. طبعا احنا مولعين فرن البوتاجاز قبلها ب10 دقايق، من اول ما بدات اشتغل وانا ولعت فرن البوتاجاز، عشان لما يكون الفرن سخن قوي برضه ما تغيبش منك في قلب الفرن تقوم تنشف، يعني تبقى كويسة. وبعدين بتهدي بقى الفرن، مش بتخليه على أعلى حاجة، لا بتخليه على 180 درجة، وبتهدي الفرن وبتسيبيها فيه لحد لما بتحمر من تحت. هي طبعا لما بتحمر بتفصل من الجوانب فبتبان، بتحمر من تحت بتبدأي تفتحي الشواية برضو على نار متوسطة، ما تبقاش نار عالية، يعني الشواية نار متوسطة. ونبدأ بس دلوقتي نظبطها على أساس ما الورق اللي طالع ده ما يحمرش الأول ويديها إيه شكل مش ظريف، فلازم نظبطها كده. ونبدأ بقى نقطعها وندهن الوش على أساس بقى إنها تاخد لون جميل. دلوقتي بقى جبنا سكينة يعني حامية، ونبدأ نقطعها كده. وبعد ما نقطعها بندهنها كمان بالسمنة الباقية على أساس إن هي تحمر معانا ويبقى لونها ذهبي وجميل، زي ما انتم شايفينها، يعني لما تشوفوها كمان وهي طالعة من الفرن هتلاقوها جميلة جدا بإذن الله وهتعجبكم قوي. والشربات طبعا احنا عاملينه، انا عامله الشربات من امبارح وبارد، يعني الشربات بيبقى بارد وهي بتبقى سخنه. هنبدأ بقى نحط السمنة الباقية، بس تاخدي بالك ما تنزليش اللي هي ايه اللي بتاعة الزبدة، اللي هي الحاجة البيضة اللي نازلة من الزبدة ديت، على أساس إن هي ما تتحرقش بسرعة وتبقى شكلها مش ظريف، تنزلي بس بالسمنة بس. ودلوقتي خلاص احنا ايه ورقة او لفة الجلاش خلصت، دخلناها الفرن وطلعت اهي زي ما انتوا شايفينها، حمرة من تحت ومن فوق ومن جوه، مقرمشة وكلها مستوية سوى جميل وسوى موحد. وبعدين هننزل عليها بالشربات اللي انا قلت لكم عليه، كوبايه ونص سكر وكوبايه ميه وعصره ليمونه وفانيليا، ربع معلقه فانيليا. وطلعت اهي مظبوطه قوي، وان شاء الله تعجبكم الوصفه دي، تعجبكم. يعني من اجمل الوصفات للجلاش بالكريمه بجد والله، جميله جدا. احنا طبعا هنعمل وصفات كتير قوي للجلاش بالكريمه ان شاء الله، اشكال تانية، يعني كنا عاملينه اشكال شكل تاني اللي هي الوربات ديت، بس الطريقه دي جميله قوي وعملتها قبل الفطار، يعني ما يجيش بساعه الا ربع، كانت بسم الله ما شاء الله خلصت وبقت زي الفل. هنبدا بقى نطلعها عشان نوريها لكم. ما تنسوناش بقى طبعا في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير وبألف هنا وشفا، وإن شاء الله يا رب الوصفة تعجبكم وتنور رضاكم. زي ما انتم شايفين اهي، حمرا أو ذهبي من فوق ومن تحت، مستوية من فوق ومن تحت، والكريمة جميلة ومظبوطة، ما هياش كتيرة ولا خارجة من الجلاش، بالعكس مظبوطة جدا وحلوة خالص. والصينية زي ما انتم شايفين، والجوانب برضو جميلة قوي، وبألف هنا وشفا، ومع ألف 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 سلام.